فين شهرين في مرمى الجونه. ادي تريكه او عبد الله السعيد، واحده على طريقه ابو تريكه، ودي انذار ما فيهاش كلام من غير ما تفكر يا مصطفى حجاب. وهو عارف، هو فاهم، هو شايف، وبالتالي الانذار الاول في اللقاء لمصطفى حجاب. لكن عملها حلو قوي عبد الله السعيد، بدل المره مرتين. مصطفى حجاب على طريقه حراس المرمى قال لك قبل ما يطلع قدام ويعمل لنا مشكله اديها على طول بايدي، مش مشكله هنا. وليد سليمان، ادي ابو تريكه، وادي التسديد عبد الله السعيد، سهله 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 في ايد سامح علي. اكثر اصرار تاني، عبد الله بيدور على هجمه، يلعب الروك كوره لكن على طول بالراس. مصطفى الاثنين رأس المساعد غير اللعبه حلوه قوي في الشمال. عبد الله السعيد يا ولد على التمريره، لكن يا ولد على القرايه كمان من محمد على الاطراف، وبينزل لتحت شويه. عبد الله السعيد على الاطراف دائما وابدا، وليد سليمان نفس الوضع. فابو تريكه اللي بيلاقي نفسه ممكن يخترق، عشان كده فضل الدفع بيه النهارده مانويل جوزيه على حساب بركات. ادي عبد الله، بس ابو تريكه بيتخنق، هتلاقيه غصب عنه نزل في المنطقه دي كده وبدا يعمل الشغل. ومحمد عبد الله عارف ان العقوبه انذار، لكن ياسر عبد الرؤوف عداها بمزاج. ضربه حره مباشره من منطقه خطر للنادي الاهلي من على يمين الحارس سامح علي. هيلعبها عبد الله السعيد جوه المنطقه على حدود الستة ياردة مره واحده، وجده وغالي وعبد الفضيل وابو تريكه داخل وعلى حدود المنطقه، واحمد السيد قرب معاهم كمان. والضربه الحره المباشره وعبد الله السعيد، هل تصنع الهدف الجديد للنادي الاهلي؟ ادي العرضيه وسامح علي حطها ولاده. ادي تسديده عبد الله السعيد اللي انقذها سامح على طول، حطها كده بايديه في الخارج. وبعدها الاهلي يظهر، كشر على انيابه، سدد واقترب، رفع واقترب، وكاد ان يهدف. ادي الضربه الحره ووليد سليمان وجوه المنطقه. مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن. عبد الله السعيد سرق المدافعين كلهم، بس ما جاتلوش على عدلته في اليمين. بصوا حضراتكم، كل المدافعين راحوا في ناحيه، وعبد الله السعيد اتصور انه فكر